اهلا بحضراتكم ويا رب تكونوا بألف خير. اسلام صادق. قبل ما اقول لحضراتكم هو قال امبارح على النادي الاهلي وعبد الله السعيد في حلقته امبارح، عاوز اقول له كلمتين اتنين. اولا يا استاذ اسلام، انا كاهلاوي ما عنديش اي مشكله انك انت تكون زملكاوي، ده شيء يشرف اي حد انه يكون زملكاوي، ولكن المشكله بالنسبه لي كاهلاوي هو اسلوبك المستفز دايما لجماهير النادي الاهلي، ودايما مسخر برنامجك ضد النادي الاهلي، وبتحاول دايما انك انت تفتعل مشاكل وازمات داخل النادي الاهلي. امبارح الاستاذ اسلام صادق في برنامجه انتقد كل الناس اللي بتتكلم على الفرحه المبالغ فيه للاعبي نادي الزمالك وجهازهم الفني بعد الفوز على النادي الاهلي، وقال بالنص انه دي نفس الفرحه بتاعت احمد عبد القادر لما سجل هدف التعادل. هو والله لما سجل هدف التعادل ما راحش صلى ركعتين، ولكن هو فرح بنفس الفرحه اللي فرحها لعيبه نادي الزمالك. تمام يا سيدي، متفق معاك. بعد كده بصراحه اتكلم في سير المباراه وازاي الزمالك تفوق، ولكن في نهايه كلامه ناقض نفسه تماما ولبس في الحيط، لبس في الحيط فعلا. اتكلم انه نادي الزمالك سيطر على المباراة بالطول والعرض، وكان هو المتفوق من الناحية الفنية والبدنية والتكتيكية طوال المباراة من اول دقيقة لاخر دقيقة، وما تركش اي مساحة للنادي الاهلي ان هو يلعب لعبه الطبيعي او يهاجم او يحاول حتى يتنفس داخل الملعب. جميل يا سيدي، تحليل فني رائع منك. وهنا تطرق للكلام عن عبد الله السعيد، وقال انه عبد الله السعيد هو اهم صفقة عملها نادي الزمالك في يناير، ولو اتكلمنا عن عبد الله السعيد هناخد حلقات وحلقات. ما فعلا هو لاعب كبير جدا، اتفق معك انه هو لاعب كبير. تمام يا سيدي. هنا طبعا ناقض نفسه، اكد انه عبد الله السعيد اول ما خرج الزمالك لم يكن له وجود لا دفاعيا ولا هجوميا. والله بجد ده اسلام صادق. طب عاوز اقول لك والله يا استاذ اسلام، من فين انت في الاول قلت انه الزمالك كان مسيطر على المباراة ومتحكم في رتم المباراة من اول دقيقة لاخر دقيقة، ولما جيت اتكلمت على عبد الله السعيد اكدت انه بعد خروج عبد الله السعيد لم يكن للزمالك اي وجود دفاعيا او هجوميا، والكلام ده موجود على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وحضراتكم ممكن تتاكدوا من كلامي. قال كده بالنص. طب عاوز اقول لك والله يا استاذ اسلام انه عبد الله السعيد خرج في الدقيقه 65 ونزل مكانه محمد شحاته، على ما اعتقد اسمه محمد شحاته يعني. يبقى اذا كان في 35 دقيقه في الشوط الثاني الزمالك على حسب كلامك لم يكن ليه اي تواجد دفاعيا او هجوميا. ده كلامك انت مش كلام انا. عشان كده دايما بقول لك انا مش مشكله معايا انك انت تكون اعلامي وفي نفس الوقت زملكاوي. كريم حسن شحاته راجل زملكاوي ولكن محترم ومحايد جدا. بنشوف احنا يعني مقدمين برامج ومعلقين زملكاويه وفي نفس الوقت برضه محايدين ومحترمين جدا، ولكن المشكله معايا بالنسبه لك هي اسلوبك اللي انت ماشي بيه ضد النادي الاهلي، والاسلوب اللي دايما بيحمل استفزاز لجماهير النادي الاهلي. مش هطول على حضراتكم اكتر من كده. لايك واشتراك في القناه. سلام.